هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رجعت لكم فيديو جديد ومعلومة بدقيقة. اليوم راح أراويكم شلون نحل مشكلة الشاشة الزرقاء أثناء تشغيل اللابتوبات أو الحواسيب. يطلع لكم your PC run into a problem and needs to restart. We will restart for you. الحل بسيط. أول شي تروحون على advanced option. دائما تطلع هاي المشكلة أثناء الترسيد بسبب إنه الويندوز يا أما بملفات نقص، يا أما الويندوز أثناء التحديث بملفات نقص. فالمشكلة هاي راح تتكرر دائما. فالحل إنه نروح على CMD، وراها تعطيكم أوامر تنزلوها. هاي الأوامر نزلوها وإن شاء الله تنحل مشكلاتكم. والطريقة الثانية لازم ننصب ويندوز جديد، أو أكو خيار ثاني نفعله. يتأكدون إن سادة كنترول مود مفعلين على HCI.